لذلك الآن جا نعيش في بحر النعمة وهذا الحياة اللي الله تبارك وتعالى تفضل علينا. وبعد الحياة إيش قدر يعني الله تفضل علينا بنعم كثيرة. الحياة ثم الأجزاء 6660 عضو أصلي موجود في وجودنا. 6660 عضو من أعضاء البدن، مثل القلب، مثل الرئة، مثل العين. هذه الغدد كل واحد عنده شغل. كل غدة إذا غدة واحدة نقصت إنسان يجيه الغشوة، يجيه السرطان، وكل شيء يجي. كل بلاش، كل بلاش. ما يبي منا إلا العبادة، وهذه العبادة بعد لنا، لأن هو ما يحتاج. لعلو الدرجات لنا، لعلو الدرجات. الله أعلم، الله أعلم. أنا والدي رضوان الله عليه وعلى روحه صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. كما تعلمون كان إنسان متين وقور، يعني حركات كلها حركات عقلانية. أما لما يصل وقت الصلاة ويكون شويمان رضوان الله عليه يكون كالمجنون. لما كنا نسافر من تبريز إلى طهران بالقطار، وصل وقت الصلاة، صلاة المغرب، وصل وقت الصلاة، أما قام القطار يتحرك. هو خلى أباءه على الأرض والله أكبر شرع في الصلاة. خب بعض المحبين كانوا معه، قالوا قبل التكبيرة الإحرام، قالوا سيدي هذا القطار جاي يروح بين تصلي. قال ابني هذا القطار يروح يجي بعده، أما وقت الصلاة ما يرجع. خذوا الصلاة، الأخذ حتى لا يفر من يدكم. وقام بالصلاة ورئيس القطار اجى، وفي الحقيقة تبارك بهذه المسألة، وبالصوت وقف القطار توقف حتى صلى الوالد، وبعد صعد تحرك القطار. عليكم السلام. هذا مسألة إيمانية لمرجعنا الراحل رضوان الله عليه وروحي فداه. والله أعلم. أنا أشهد بالله كل ليلة هو معي، كل ليلة لا يغيب. صل على محمد وآل محمد. الله والله لا يغيب عني كل ليلة بكيفية بمستمسك. على كل حال هذا مسألة. جاءه أحد الوزراء، اسم الوزير كان ناصر ولقبه مو في بالي، كان من أعظم الوزراء وكان مقلد للوالد، من مقلدين الوالد. صدري كان لقبه الصدري، ناصر صدري، كان من أعظم الوزراء. اجى لزيارة الإمام المصلح روحي فداه، وجلسنا. لما وصل وقت الصلاة قام، قال أنا أعتذر أروح للصلاة، أنتم جالسون حتى أرجع. هذا يعني في الحقيقة الصلاة عمود الدين. إنسان لازم في أول الوقت يلبي. لما يقول حي على الصلاة يقول لبيك إلهي خالقي رازقي، حياتي بيدك، موتي بيدك، الجنة بيدك. أنت تقول حي على الصلاة وأنا أقول لبيك، وتقوم بالصلاة.
ولو كان أي أمر. هذا علامة المؤمن. وأما حقيقة الصلاة عبارة عن ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولذلك هذا الصلاة ثقيل على بعض المؤمنين. ترى يصوم 12 ساعة 14 ساعة ويتحمل بالعطش والجوع ولا يبي يعدل، أما إذا جاء الصلاة شوي يعني يكون فيه نوع من الكسل. لأن وإقامة ولايتي قال أمير المؤمنين سلام الله عليه من أقام الصلاة فقد أقام ولايتي، من أقام الصلاة فقد أقام ولايتي. وإقامة ولايتي صعب مستصعب لا يتحمله إلا ملك مقرب كجبرائيل. الفطرس ما يتحمل، كميكائيل، أو نبي مرسل كإبراهيم كموسى. أما الأنبياء غير المرسلين يعني غير أولو العزم ما يتحملون. أو مؤمن امتحن الله قلبه بالإيمان. المؤمن الممتحن، المؤمن اللي وقت الصلاة يقوم بالصلاة ولا لحظة لا يغفل عن الصلاة. كذلك بقية الأعمال لا يغفل. هذا المؤمن الممتحن. وهذا يصل إلى مقام شنو؟ الولاية. العبودية جوهرة كنهها الربوبية. إذا إنسان صار عبدا خالصا لمولاه، مقام العبودية مقام عظيم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الأول مقام العبودية. الأول لما وصل أو لما كان واصلا لمقام العبودية يعني كان عبدا لمولاه، لا يعمل إلا بأمره، لا يقوم إلا بأمره، يصير عبده ثم الرسالة. الأول العبودية ثم الرسالة. العبودية جوهرة كنهها الربوبية. عبدي أطعني أجعلك مثلي، أنا أقول للشيء كن فيكون وأنت تقول للشيء كن فيكون. كمشايخنا كان كلامهم يدخل الروح في جسم الأنبات، يحيون الأنبات كعيسى. وهذا لا يكون إلا بالإطاعة، لا يكون إلا بالتبعد عن الدنيا للخدمة. الآن أحب الأشياء للإنسان عبارة عن الأولاد. الأولاد أحب الأشياء إلى الإنسان. أنا أمثل بنفسي، أنا الآن مبعد عن أولادي عن أحفادي، ولو عندي أولاد أمثالكم حفظكم الله أكرمكم الله وقلبي منبر بأنواركم. أما خب البلد الجسماني أيضا له بقاء. أنا مبعد عن جميعهم، مو لا أحبهم، يمكن أحبهم أكثر من الغير، أما أحب التكليف أكثر من ذلك. أحب أن أكون في الخدمة لأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. هذا العشق، هذه المحبة. تركت الخلق ضرا في هواك، هذا هو. خب الأصل لإمامنا الحسين أرواحنا فداه في تلك الساعة، في تلك الدقيقة الحساسة. ونحن لازم نتبع إمامنا سلام الله عليه، ونترك ما يبغضه الله ونعمل بما يحبه الله تبارك وتعالى.
هذا عبارة عن الدين القيم، الدين اللي يوصل الإنسان إلى الجنة، الدين اللي مع الإنسان حتى الجنة. فأنتم إن شاء الله عاملون حفظكم الله. زين. الثالث أن المراد لا تزغ قلوبنا عن ثوابك بنا عن رحمتك وهو ما ذكره الله تعالى. خب لا تزغ قلوبنا يعني لا تأخذ الشرح السعة من قلوبنا لتيقن بما وصل إلينا عن الأنبياء وعن نبينا وعن أوليائنا وعن أئمتنا. هو جل جلاله لازم يكون معينا لنا، لازم يأخذ بيدنا، وإلا ما نتمكن نحن نسعد هذه الدرجات. مو في قدرتنا إلا به، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا لا يكون إلا بالعبادات، لا يكون إلا بترك المحرمات. فلس حقوق الشرعية إذا كان في مال الإنسان يخرب جميع الأمور. هذا كلام الإمام إمامنا الصادق سلام الله عليه. قال أرواحنا فداها إذا كان واحد غصب يعني ما أدى درهما من الحقوق الواجبة، هذا سيد كاظم اليزدي رضوان الله عليه كاتب ذكر هذه الرواية في عروة الوثقى. لما يلعنون الأول والثاني والثالث والغاصبين لحق أهل البيت يصل من الملعنة أجلكم الله لهذا الشخص. يقولون سيدي هذا غصب درهم وهم غصبوا الخلافة، كيف؟ قال اللي يطمع في درهم ما يطمع في الخلافة، يطمع. ولذلك أولادي إخواني دير بالكم، إن شاء الله أنتم كلكم أهل الخير، كلكم أهل التخميس. وبالعكس إذا إنسان طهر ماله الله يزيد 1 ب10، 1 ب70، 1 بآلاف. هذا مربوط بالنية. وإذا إنسان مال إلى الإيمان، مال إلى الولاية، لازم يطلب من الله تبارك وتعالى الاستقامة، لأن كل لحظة الشيطان لبالمرصاد، سيما شياطين الإنس. شياطين الإنس أجلكم الله موجودين، يترصدون المؤمنون حتى يبعدونهم عن صراط الولاية، عن صراط المستقيم. لعنهم الله، هم أشر من الإبليس، أشر من الشيطان. أبالسة الإنس أشر من أبالسة الجن. ليش؟ لأنهم أبالسة الجن ليسوا بيننا، أما هم فينا. يمكن في صفوف الجماعة، يمكن أجلكم الله في صفوف الدرس يترصدون حتى يأخذون المؤمنين معهم إلى النار. ولذلك أبنائي دير بالكم، الإبليس الإنساني من هو؟ من خالف المرجعية، لأن ثبات الإيمان ثبات الجماعة بالمرجعية. المرجع كالقطب، إذا انطفى هذا النور يتفرق الجماعة. فلذلك الله يطهر القلوب من هذا الظلمات. هذا الظلمات أشد من ظلمات القبر. ومن ذلك التطهير الذي يفعله في قلوب المؤمنين ويمنعه كما قال أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. بالنسبة إلى المؤمنين قلوبهم مطهرة طاهرة، أما بالنسبة إلى المنافقين كيف أولئك الذين لم يرد الله
أن يطهر قلوبهم. ليش؟ الله لماذا لم يرد أن يطهر قلوبهم والحال بيده؟ لأن ما عندهم أرضية، ما عندهم استعداد. كأن واحد يريد يسوي مثلا الحجر ذهبا، ما يصير. الحجر حجر إلى يوم القيامة والذهب ذهب إلى يوم القيامة. قلوبهم كالحجارة. هذا القلب إذا صار كالحجارة، آية القرآن، بل أشد قسوة. قلوبهم أشد من قساوة الحجارة. ولذلك كلمات الله، كلمات أهل البيت، كلمات المرجعية لا يؤثر في قلوبهم وهم خذلانين في الدنيا والآخرة. لماذا هذا القلب كالحجارة؟ الله لا يخلق القلب كالحجر. الله يتفضل على عباده. هذا من الكبر. الكبر هو داء الشيطان. إذا كان في أحد كبر بالنسبة إلى ماله، بالنسبة إلى مقامه، بالنسبة إلى أولاده، الله تبارك وتعالى يخذله ويكون قلبه كالحجر بل أشد. ولذلك كلما إنسان ينسى يقرأ آيات القرآنية، يقرأ كلمات أهل البيت، لهذه اللي قلبه كالحجارة لا يؤثر فيه، بل يصير أشد، يصير أظلم. ولذلك لازم نكون يعني قلوبنا في جميع اللحظات متوجها إلى الله، حتى لا يجرح قلبنا الشيطان، لا يدخل في قلوبنا الشيطان. ربنا لا تزغ قلوبنا، يعني لا تجعل قلوبنا محلا للشياطين بعد إن هديتنا. بعد الهداية الكفر. كثير من الناس بعد الهداية كفروا. أنا عاينت في هذا العمر، أنا عمري من 15 سنة إلى الآن في خدمة الدين، في مجتمع المذهب، في مجتمع التبليغ. أقول هذا أولاد هذا الإنسان شوي يعني ما عندهم دراية. إن شاء الله هذا الوالد والدهم يهديهم. بعد سنة إنسان يشوف هذا الوالد زل وأزله. هذا قطع المدد من الله تبارك وتعالى. ربنا لا تزغ قلوبنا. يصير أشد منهم. كثير شفت مثل. ولذلك إنسان أبنائي إخواني أعزائي، أعلن لكم بأن في كل لحظة حتى الموت بعد عمر طويل نحتاج إلى مدد من الله تبارك وتعالى حتى لا يخذلنا. في لحظة إنسان يمكن يخرج من النار ويدخل إلى الجنة في لحظة واحدة، كالحر الشهيد الرياحي سلام الله عليه، سلام الله على روحه الطيب. كان هو رئيسا من قبل عمر بن سعد لعنه الله. هو الذي يعني وقف أمام الإمام وما أجازه إلى أن يروح الكوفة. أما في لحظة تغير من النار إلى الجنة. حتى يوم عاشوراء قال سيدي ومولاي أنا وقفت أمامك، أنا ما خليتك حتى تروح إلى الكوفة. أبي أن أكون أول شهيد من أنصارك. أخذ الإجازة من الإمام حتى يتوجه إلى الموت، لأن يوم عاشوراء الموت كان مكتوب على أصحاب الحسين سلام الله عليهم. الإمام رخصه، قال يا حر بسم الله. قبل أن هو يروح قال لولده
قال أنا أخاف بعدي أن يحرفونك عن طريق الحسين، أنت روح قبلي استشهد وبعد أنا بعد معك. هذا مقام الإيمان. الله أكبر. يعني ولاية الحسين سلام الله عليه أحب من الأولاد. هذا الولاية الله تبارك وتعالى يتفضل علينا أن نموت بهذه الولاية، وبهذه الولاية من توفى يكون الحسين سلام الله عليه رفيقا له في قبره إلى الجنة، ويمنعه من الكفار. يعني هذا الطهارة المحبة بالولاء في قلوب المؤمنين، أما في قلوب المنافقين الله لا يقبل. لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لا أنه هم يريدون أن يطهرون قلوبهم والله يمنعهم عن التطهير، لا، الله لا يمنعهم. يعني ما عندهم استعداد للطهارة. كالخبيثات، الخبيث الشيء الخبيث النجس كلما طهرته يصير أنجس. الكلب أجلكم الله كلما طهرته يصير أنجس. ولذلك هذا الملعون بقى كلما طهرته، كلما قربته، كلما نصحته، كلما قرأت عليه آيات القرآنية يكون ألعن وألعن، ويكون ملعونا في الدنيا والآخرة. يخدع نفسه. بعض الأوقات إنسان يخدع نفسه حتى بأني أعيش، أصلي، أصوم، أزور، أحج. هذا خدعة للنفس، لأن كلها من الواجبات. إذا إنسان ما قام بالصلاة، إذا المستطيع ما قام بالحج هو كافر. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر مستطيع ولم يحج هو كافر فإن الله غني عن العالمين. إنسان لازم لا يخدع نفسه. إخواني الأعزاء، تكاليفنا في الدنيا مو بس الصلاة ولا الصيام ولا الحج ولا بقية الواجبات، هذول كلها واجبة علينا. لولا نقم عليكم السلام بهذه الواجبات لا سمح الله أجلكم الله يدخل التارك لهذه الواجبات إلى النار بلا كلام. الموت بعد الموت الجهنم. ولذلك هذه واجبات. أما الفضيلة المقام القدس عليكم السلام ورحمة الله للمؤمن الجهاد. المولى أمير المؤمنين سلام الله عليه عنده خطبة جهادية. أنا كنت حافظ لهذه الخطبة، الآن أحتاج إلى المراجعة، لأن من عادات هذا الزمان يعطي للإنسان، يعطي ثم يأخذ، يعطي الشباب ثم يأخذ الشباب، يعطي الصحة ثم يأخذ الصحة، يعطي الحياة ثم يأخذ الحياة. ولذلك إنسان لازم يستفيد من هذه النعم اللي الله تفضل علينا في حياتنا. على كل حال أبنائي، الجهاد بالتي هي أحسن، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحضور في جلسات العلم، سيما دروس الشرح، زيارة الجامعات الكبيرة، لأننا الحمد لله الله تفضل علينا بالشجاعة والشهامة. أحيينا الشرح الزيارة، كانوا يدفنون، كانوا يعني يتخيلون بأنهم دفنوا شرح الزيارة، دفنوا هذا الكتاب المستضاف، دفنوا كتب الأوحاد. أما الآن نشوف الحمد لله ربا كالورد إلى السماء إلى العرش. الآن الحمد لله كتبه جاء. هذا كتب أهل البيت، مو كتب الأوحاد. الأوحاد واسطة. كل قال الصادق، قال الباقر، قال رسول الله، قال أمير المؤمنين، كل من أهل البيت. الآن الله تبارك وتعالى تفضل علينا سيما بهذا الحقير، بأني قمت جهادا في إحياء
علوم الأوحد روحي فدا بلا خوف وأنتم آونتموني وساعدتموني ورافقتموني في هذا مسألة الواجبة فجزاكم الله خير الجزاء ونحن إن شاء الله تحت رعاية إمامنا الحجة أرواحنا فدا وببركات أهل البيت وببركات الأوحد في الدنيا في الجنة، لأن الشجاعة هو جنة. إنسان إذا في قلبه شيء أما ما يتمكن أن يظهر، هذا النار، هذا جهنم. لازم يكون شجاع أن يظهر ما في قلبه. وفي الآخرة إن شاء الله لأجل جهادنا، لأجل قيامنا لنصرة المظلوم، نحن أيضا في الجنة. ونشكر الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا وفي الآخرة. وأنتم واقعا نعم رفيق لنا في الدنيا والآخرة. كلنا تحت شجرة طوبى، شجرة محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. زين وين؟ مولاي آخر شيء 202 عليكم السلام ورحمة الله. تتمثل قلوبنا عن الإيمان بعد الاهتداء. 202 إي نعم آخر شيء. آخر شيء إن شاء الله الثالث. بسم الله تفضل. لولا لسانك ثقيل لحبلت إليك والدرس من لسانك أحلى. صل على محمد وآل إن شاء الله إن شاء الله يتدرب. ما شاء الله العلوم يعني عربية كلها في أعلى درجتها عنده. يعني هو خريج من كلية إلهيات، اللي التخصص في العربية، التخصص في علم الحكمة، التخصص في الفقه، الحمد لله كلها. أما هذا اللسان يحتاج إلى التدريب إن شاء الله. يا علي. الثالث أن المراد لا تزغ قلوبنا عن ثوابك ورحمتك، وهو ما ذكره الله تعالى من الشر والسعة بقوله يشرح صدره للإسلام. وضد هذا الشر هو الحرج والضيق اللذان يقعان بالكفار عقوبة. الله أكبر. وكذلك في ساعات الفراغ أيضا لازم ندعو الله تبارك وتعالى بأن لا يؤخذ هذه الأمانة، هذه الأمانة الغالية اللي الله تفضل علينا وجعل في قلوبنا ونور صدورنا به، أن لا يؤخذ منا. ربنا لا تزغ قلوبنا. لا تزغ قلوبنا يعني لا تجعل قلوبنا زيغا أمام الإيمان. خب الله تبارك وتعالى لا يجعل القلب زيغا. هو جميع أعماله خير، جميع أعماله جل جلاله لمصلحة الإنسان، لمصلحة المخلوق. أما ليش هذه المسألة يسند إلى الله تبارك وتعالى؟ لأن لا جميع عبارة عن رسالة الرسل، سيما رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وآله. وهذه الرسالة لا يتم ولا يتم إلا بالولاية. يعني كل رسول يجب أن يكون له خليفة ووصيا وقائما بأمره بعده. ومولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه هو نعم الخليفة
و نعم الرسول و نعم الولی لرسول الله صلی الله علیه و آله. اما الفاطمة سلام الله عليها هي أصل الخلقة وحقيقة الخلقة. في مسألة الكساء لما يعني شرح الله تبارك وتعالى فضائل الخمسة اللي تحت الكساء اللي مشهورة في حديث الكساء، لما سألوا الملائكة من هم شلون عرفها؟ قال هم فاطمة، فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها، والمعرف لازم يكون أجلى من المعرف. ومعلوم بأن نور الزهرة سلام الله عليها هي المتبين في الكائنات، ولذلك الله تبارك وتعالى عرفهم بها لأن هي الوجه، وجه للخمسة أصحاب الكساء. يعني كما أن الإنسان يتعرف بالوجه، الحرامي أجلكم الله إذا أراد أن يدخل بيت يستر وجهه لا يستر يده، الوجه هو المبين. بذلك وجه الأصحاب الكساء عبارة عن الزهراء سلام الله عليها، ولذلك سميت أو لقبت بالزهراء لأن بأنوارها تزهر السماوات والأراضين. صحيح. يعني أسامي أئمتنا سلام الله عليهم أجمعين، سيما أسماء الزهراء، كل اسم لها تفسير، لها تعبير، مو بس يعني عليكم السلام عليكم السلام بالصدفة. كما مثلا الآن يسمون الأولاد بالصدفة بأسماء يمكن لا يليق لهم وهم لا يليقون بالأسماء. أما أسماء أئمتنا عليهم السلام وسيما اسم سيدتنا فاطمة الزهراء كلها لأجل سبب. أنا سمعت من واحد من الخطباء الله يغفر له لماذا سمي فاطمة فاطمة؟ لا، قال لأن الله تبارك وتعالى يأخذها أن لا تدخل النار ولا شيعته. شوف هذا معرفة لهذا الخطيب بالنسبة إلى الزهراء. هل الزهراء عليها بالله تدخل النار وهي صاحبة الجنة؟ لماذا سميت فاطمة فاطمة؟ لأنها فطمت شيعتها عن الدخول إلى النار، هي التي يأخذ عليكم السلام بأيدي الشيعة يوم القيامة، وهي حاكمة يوم القيامة، ويقول للملائكة الموكلون إلى النار وإن تودون شيعتي، هم شيعتي هم معي إلى الجنة. ولذلك الزهراء سلام الله عليها يفطم شيعته، إن شاء الله نحن من شيعته من النار. والزهراء لأن الله تبارك وتعالى أزهر الكائنات، يعني نور الكائنات بنورها، حتى نور الجنة من نور الزهراء سلام الله عليها. خب آن وقتنا، لولا عدم تدريب اللسان ولدي الفاضل مرزا عبدالله بالعربية لحبلت الدرس إليه اليوم، أما بعد لازم يحتاج. حتى والدي رضوان الله عليه الإمام المصلح كان يقول لما دخلت إلى الكويت إلى شهر كان لساني ثقيل على العربية، لأن خب عشت سنين في آذربایجان والتركي، يعني تقريبا ضد العربي. وأنا هكذا لما دخلت الكويت
إلى شهر شهرين كان لساني ثقيل حتى بالخطبة أو بالدرس، ثم تعلمت الحمد لله. يعني مو تعلمت لأن كان لي علم بالعربية، تذكرت. وكذلك ولدي الفاضل ميرزا عبد الله، كما كتبت في إجازته هو فقيه حكيم، وهذين اللقبين المولى بالله الله عليه تفضل عليه، تفضل على ولدنا العزيز ميرزا عبد الله. سلام عليكم بالحكيم الإلهي، وواقعا هو حكيم والفقيه الرباني وأيضا فقيه. والحمد لله هو الآن يسد مقامنا في إيران بالنسبة إلى المراجعين، لأن في إيران أيضا عندنا مراجعين كثيرين من أذربيجان، من طهران، من مشهد. عليكم السلام. وهناك القائم في مقامي ولدي ميرزا عبد الله. وإلا في الحقيقة إذا ما كان هذه المسألة أنا كثير أحتاج لوجوده في الكويت بالنسبة إلى أعمالي، بالنسبة إلى الجواب للأسئلة، إلى الدروس، إلى بقية الأمور. أما في عباداتنا لا يخلو الإيران، لازم لا يخلو من وكيل لنا وهو ولدي العزيز. إن شاء الله في المستقبل عندنا بعض التخطيط بأن هو يجي وأنا أسلم له الأمانات شوي. عليكم السلام. أرتاح، يعني لا يثقلني هذه الأمور بل يربحني. أما إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وهو أهل للأمانات اللي أنا حامل واستلمت من بعضها من والدي المقدس الإمام المصلح رضوان الله عليه، وبعضها من عمي المقدس سلام الله على روحه، ولازم أسلم الأمانات إلى أهلها. وكتبت في وصية لي لإخواني الأعزاء بأن هو القائم مقامي بعدي، إن الله تفضل علينا ببقائه، وهو اللي إن شاء الله يدير ويدور الأوحدية. عليكم السلام. والحمد لله نحن أتعبنا نفسنا أنفسنا في سبيل إعلاء الأوحدية. كانوا هم يظنون بأن الأوحدية أقبرت، دفنوا، أما ما يدرون هم المدفونين، هم المدفونين. الأعلام الأوحدية الآن في السماوات، يعني في جميع البلدان الحمد لله، من الأحساء والدمام والكويت وبلاد إيران. الآن الأوحدية في أعلى درجة، أعلى جاه، يفتحون مكاتب للأوحد رضوان الله عليه في قم المشرفة وفي مشهد باسم الأوحد. ونحن المجاهدون كلنا، مو بس أنا، أنتم واحدا بعد واحد. الجهاد من أوجب الواجبات، حتى أوجب من الصلاة. لولا الجهاد إنسان ما يتمكن يصلي، يأخذون الصلاة منا. وجهاد هذا الزمان ليس بالسيف، هذا كان في زمن الرسول، في زمن الأئمة عليهم السلام، يعني في زمن الحسين إمام أمير المؤمنين والحسين. ولما وصل الإمامة، يعني ظهور الإمامة، هو كان إمام من قبل الخلقة، إلى إمامنا السجاد سلام الله عليه، قال اليوم حرم علينا الجهاد بالسيف إلى ظهور قائمنا. الآن جهادنا عبارة باللسان، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتأليف الكتب والدروس، هذا الجهاد. وجلوسكم أولادي إخواني في هذا المجلس جهاد، بس جلوس،
نجلس ولا يكون حتى درس، لأن هذا المحفل، هذه الجلسة شنو؟ في سبيل أهل البيت، للشرح زيارة الجامعة الكبيرة والزيارة زيارة الجامعة عن الإمام عليه السلام. ولذلك أولادي إخواني حفظكم الله، جلوسكم في هذا المجلس جهاد، ومكتوب في لوحة أعمالكم، وأول ما يفيدكم بعد عمر طويل في منازل الآخرة هذا الجهاد. وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما وأنتم المجاهدون. والله يبارك فيكم، يبارك في أمركم، والحمد لله الذي جعلنا من شيعة أهل البيت، من شيعة أمير المؤمنين، ومن المجاهدين في سبيله. أولادي إخواني، هذه الدنيا كالبرق يمر كالبرق. شوف الأيام اللي مضى منا 30 سنة 40 سنة 20 سنة أقل أكثر 70 سنة، إنسان لما يتصور بهذه الأيام يشوف كل راهو كالبرق، ما بقى شيء. اللي يبقى ونحن نحتاج له كالعطشان الأعمال الصالحة والجهاد. الجهاد في سبيل أهل البيت. الإمام الحسين سلام الله عليه وأرواحنا فداه أظهر الجهاد بأعلى درجته في كربلاء، بأن الوصول إلى مقام الولاية الكلية الإلهية عبارة عن الجهاد. بلا جهاد إنسان ما يصل. لما نقول لشهداء كربلاء بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم، بأي شيء؟ بالجهاد. ليش ما لا نقول لأصحاب رسول الله بأبي أنتم وأمي؟ ليش لا نقول لبقية الأصحاب، بقية بس أصحاب الحسين؟ لأنه جاهدوا، يعني رأوا الموت أمامهم واستقبلوا وآنقوا الموت. هذا مسألة عظيمة. من أول ظهور الآدم نبينا والدنا إلى آخر ما رأى أحد بأن إنسان يستقبل ويعانق الموت إلا أصحاب الحسين سلام الله عليهم أجمعين. عانقوا الموت وأحبوا الجهاد وفارقوا الدنيا طاهرا مطهرا. ولذلك نقرأ في زيارتهم بأنهم هم المطهرون. وجهاد هذا الزمان بن ابني أسأل، لكل زمان تكليف. تكليفنا في هذا الزمان عبارة عن الحضور في مجالس دروسهم، وعن التخلق بأخلاقهم، وعن التكرم بعلومهم. هذا جهاد هذا الزمان. وبالنسبة إلى جهاد ذاك اليوم سهل، مسألة بسيطة، وفي الحقيقة منبرة لقلوبنا. أنتم عاينوا، امتحنوا. يمكن تدخلون مجلس الدرس، دروس أهل البيت، مع التزايق من بعض الأمور الدنيوية. بعض الناس فيهم مضايقات، لما يخرجون قلوبهم منشرحة منورة وأنوارها أكثر وأكثر. هذا من بركات هذه الدروس. أعد ذكر نعمان لنا إن ذكره هو المسك لو كررته يتذبه. على كل حال السلام عليكم. نطلب من الله تبارك وتعالى التثبت على ولائهم سلام الله عليهم أجمعين، والقيام بالجهاد في سبيلهم بالتي هي أحسن. يكفي؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لا تزغ قلوبنا.
صل على محمد وآل محمد. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، يعني كثير الموهبة. إن شاء الله الله يتفضل علينا بالهداية، بالثبات على الولاية، بالجهاد. شنو جبت بالقبل؟ شنو عندك؟ شنو رأس المالك؟ أجلكم الله بس أكلت وشربت ونمت؟ أجلكم الله أولئك كالأنعام بل هم أضل. إيش سويت في سبيل الدين؟ إيش سويت في سبيل المذهب؟ إيش سويت في سبيل العقيدة؟ شنو جهادك؟ هذا يسألون. وإن شاء الله هذا حضوركم في هذا المجلس للتعليم وتعلم الدروس المعنوية لأهل البيت سلام الله نوع من الجهاد. حفظكم الله. وإن شاء الله تستمرون في الجهاد المستمر في ديننا إن شاء الله، وتبلغون رسالات أئمتنا عليهم السلام، وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر بالتي هي أحسن. هذا هو الثواب الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفظكم الله. لو عندكم سؤال أنا حاضر.